السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة مميز جدا. هنعمل مع بعض صينية المكرونة بالبشاميل بمقادير مظبوطة جدا جدا وبإضافات هتنقل المكرونة في حتة تانية خالص. يلا كده نشوف وصفتنا ازاي. بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش ان احنا نعمل اشتراك ولايك للفيديو وشير كتير عشان الفيديو يوصل لكل حبايبنا. معايا 3 بصلات وسط مفرومين ناعم ومعلقة من السمنة. بشوح البصلة كده مع السمنة وبعدين بضيف التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه و7 بهارات وثلاث 4 ورقات لوري كده بيدوا ريحه حلوه. بقلب بقى البصل مع البهارات كده وبرفعهم على النار شويه يتبلوا وبعدين بضيف عليهم نص كيلو من اللحمه المفرومه. اقلب البصل بقى مع اللحمه كويس كده وافرفرها بالمعلقه علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. ارفعها على النار تاخد تشويحه كده اهوت. وبعدين بضيف لها مكون بيخلي اللحمه المفرومه في حته تانية. بضيف 3 معالق كده من صلصه الطماطم البيوري الجاهزه واقلبهم مع بعض. اضيف بقى نص كوبايه من الميه وارفع اللحمه بتاعتي على النار لحد لما تستوي كويس. وبتبقى معايا زي ما انتم شايفين كده. انا ما بخليهاش ناشفه، بخلي فيها صوص وهقول لكم ليه. اللحمة خطيرة خطيرة. ابدأ بقى ان انا اجهز البشاميل بتاعي. لكل كيلو من اللبن بحط عليهم 3 معالق من الدقيق. انا هنا استخدمت 2 كيلو عشان عاملة كمية، فحطيت عليهم 6 معالق كبار من الدقيق. انا بس بعمل البشاميل على البارد بيبقى خطير وخفيف جدا جدا. بقلب بقى الدقيق مع البشاميل لحد لما يدوب كويس. انا بقلبه على البارد لحد لما يدوب. اول ما اتاكد ان هو داب برفعه على النار لحد لما القوام بتاعي يتقل كده زي ما انتوا شايفين كده. بصي شايفه القوام والعلامه بتاعتي ان انا لما اعمل خط بصبعي البشاميل ما يرجعش تاني. ببدأ بقى بعد كده بحط الملح والفلفل بتاعي وممكن احط مكعبين مرقه بديل الشوربه لو ما عنديش شوربه، بيخلوا للبشاميل طعم حلو قوي. اقلب بقى الكلام ده كله كويس. هنا البشاميل بتاعي لا هو تقيل ولا هو خفيف، قوام وسط. تقدري لو انت عايزاه اتقل من كده هنزود الدقيق شويه. طيب لو انت هتعملي كيلو من اللبن هتحطي عليه 3 معالق من الدقيق، وكيلو اللبن هياخد نص كيلو من المكرونه. طيب معايا بقى مكرونه اقلام سلقتها، يعني بحطها كده 10 دقايق في الميه ما بسويهاش قوي. ببدأ بقى ان انا اخد من صوص اللحمة اللي كان موجود فيها وبنزل بيه على المكرونة وبقلبه. ده بيدي للمكرونة طعم حلو قوي قوي، وبتبقى شاربة من صوص اللحمة والتوابل اللي موجودة فيه، وبيخلي كمان المكرونة معايا مفرفرة كده ومش معجنة. بقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض واتاكد ان المكرونه كده كلها اتغلفت بقى بصوص اللحمه وشربت منها. وبعدين بضيف البشاميل بتاعي. بحط بقى هنا كميه من البشاميل كده مش كتيره قوي يعني. وبعدين بقلبها مع المكرونه. بجيب بقى صينيه بتكون دهنها مسحه خفيفه من السمنه، وبحط في ارضيه الصينيه شويه من البشاميل. بضيف بقى نص كميه المكرونه كده اهوت زي ما انتي شايفه. وبعدين بضيف عليها شويه من البشاميل على الوش. بيخلي المكرونه معايا جوسي ويعني جميله كده. بضيف بقى اللحمه العصاق بتاعتي وافردها كويس في الصينيه، اهو اتاكد ان كل كده وش الصينيه اتغطى باللحمه. وبعدين بضيف بقى بقيه المكرونه بتاعتي وبغطي الصينيه بتاعتي بالمكرونه، واتاكد كويس ان اللحمه اتغطت. وانا بساوي المكرونه على الصينيه بضغط بايدي بحيث انه ما يبقاش فيه اي فراغات عشان البشاميل ما ينزلش في الصينيه من تحت. لا انا عايزه البشاميل يكون على الوش. اضيف بقى بقيه البشاميل بتاعي على وش الصينيه كده واغطيه كويس. اتاكد كده ان البشاميل غطالي وش الصينيه علشان تعمل لي وش حلو معايا. عايزه اقول لكم الطريقه دي ناجحه ومظبوطه والمقادير مظبوطه جدا جدا. البشاميل يعني خطير معاكي. طيب ابدا بقى بكون مولعه الفرن على درجه حراره عاليه. بحطها على الشبكه يعني تاني مستوى كده لحد لما تبدا تاخد تحمر من الجناب. وبعدين اولع عليها الشوايه. المكرونه خطيره وطعمها جميل جدا جدا، ويعني واضافه صوص اللحمه خلاها بصراحه في حته تانية. الف هنا وشفا على قلبكم. ما ننساش ان احنا نعمل اشتراك في القناة ولايك وشير عشان الفيديو يوصل لكل حبايبنا. خطيرة خطيرة خطيرة.